السلام عليكم. في راجل حقه ممكن يروح بسبب اقوال. ليه؟ من كام يوم في ست، يعني كلنا سمعنا كده عن الموضوع ده، ان هي راحت تشتري حاجات من محمصه وداست على العامل اللي شغال في المحمصه. طب ايه اللي حصل بالظبط لو حضرتك ما تعرفش؟ من كام يوم كان في واحده دخلت لمحمصه معاها عربيه غاليه جدا، عربيه بملايين. المهم دخلت على الراجل اللي هو واقف في المحمصه، قالت له هات لي من ده وهات من ده وحط مكسرات وحط حاجات. المهم وصلت لحوالي 12 او 14 الف جنيه كاندي على ما اعرفش ايه. فالراجل بيديها الحاجه، فهي قالت له هاخد بس الحاجه احطها في العربيه وهاجي احاسبك، لانها كانت حاجات كتير. خدت فعلا الحاجه وراحت حطتها في العربيه، ولكن الراجل هنا مش مخونها ان ست معاها العربيه دي، يعني عربيه بالرقم ده، وباين عليها ان هي ست يعني مقتدره ماديا. فيعني مش 12 ولا 14 الف اللي هيعملوا فيها كده، ومش هتيجي تعمل كده على مكسرات يعني وعلى حاجات حلوه. الشاب ده اللي هو واقف في المحمصه بدا يسمع الست بتدور عربيتها، فهنا بدا يحس ان الموضوع رايح في حته تانية. ما هو ياما بنشوف ناس معاها ملايين، عربيات بملايين، ويخش على البنزينه يفول وتلاقيه بيجري. ما هو ممكن ده يكون حاجه نفسيه عنده، مش شرط ان هو يكون عشان محتاج فلوس. تيجي الست بقى تعمل ايه؟ فعلا تدور عربيتها، يطلع العامل ده جري يشاور لها: يا ست الفلوس، يا ست الفلوس، يا استاذه يا استاذه. تدوس هي بسرعه العربيه بتاعتها فتعدي عليه ويتوفى في وقتها. المهم وزاره الداخليه اخذت خبر بالموضوع وراحت فعلا جابت الست، ونزل بيان على صفحه وزاره الداخليه بان هي اتقبض عليها، ونزل التقرير كامل للي حصل في اليوم ده. ولكن هنا الست بدأت تقول أقوال، هي فاكرة إن الأقوال دي ممكن تطلعها. ليه؟ قالت أنا ست عندي ملايين وأنا تاجرة كبيرة، فأكيد يعني مش المبلغ ده اللي هيخليني أجري. أنا راكبة عربية بس بملايين، لكن اللي حصل كان غصب عني. طب ليه حضرتك كان غصب عنك؟ قالت والله أنا عندي عربيات ليها علاقة بالمخازن والحاجات بتاعتي، فجالي تليفون وانا بحط الحاجه في العربيه ان في عربيه من العربيات ولعت واثرت على المخازن. فانا اتسربعت وكان غصب عني من التوتر، دست على البنزين بسرعه عاليه ومن غير ما اخد بالي اللي عامل فين او هو بيحاول يوقفني او اي حاجه. انا كل اللي كان بيحصل ان انا كنت مركزه في اللي بيتقال في التليفون وكنت متوتره من اللي حصل، لكن انا ولا قصدي ادوسه ولا قصدي اي حاجه. ناس بدأت تقول لك ما يمكن عندها حق، ما الست معاها ملايين والعربية اللي راكباها دي شوف بكام أصلا، فإيه اللي هيخليها تجري عشان 12 ولا 14 ألف. وناس تانية يقول لك إن لا، هي مش شرط تجري عشان هي محتاجة فلوس، ممكن ناس هي حابة كده. في ناس عندها حب للموضوع ده إن هي تاخد حاجة وما تدفعش ثمنها. شخصيات على فكرة كبيرة جدا في العالم عندهم الحتة دي. يعني على فكره رئيس وزراء اللي ما يتسموش عنده الحته دي، ده بجد تقرير طلع ان هو بيحب يروح المطاعم ويطلع ياخد عربيته ويجري علشان مش عايز يدفع. انا مش عارف هي الاقوال اللي بتقولها دي ليه، بس احنا كلنا ثقه كده كده في كاميرات صورت الموضوع، وكده كده في ناس شافت الموضوع. فاحنا كلنا ثقه في القضاء المصري انه هيجيب حق الشاب الغلبان ده، لانه طالما اشتغل بالرقم اللي انت بتشوفه ده، لان اكيد ده شاب شغال في محمصه، هياخد كام؟ ما كان ممكن يروح سكك تانية كتير، بس هو اختار السكه الحلال اللي فلوسها قليله. فاللي زي ده حرام ان حقه يروح، واحنا واثقين ان القضاء هيجيب له حقه ومش هياخد او يعني مش هيدخل عليه الكلام اللي بيتقال ده. يعني حتى ولو ده احنا يا جماعه لو رايحين امتحان ومشينا قبل الامتحان وما دخلناهوش، هتروح لدكتور المدى تقول له معلش اصل انا عندي عربيه حصل فيها مشكله، اصل انا ما اعرفش عندي ايه في البيت، هل هيمتحنك تاني؟ هيقول لك لا انا مالي، انا مالي، انت بتقوله دي حاجات تخصك، لكن اللي انت عملته دي حاجه تخصني انا. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. فالسؤال ليك انت بقى، هل فعلا شايف انها ما كانتش تقصد وان ده حصل غير متعمد، ولا شايف ان هي بتقول كده علشان تخرج براءه؟ استنى اجابتك، وربنا يرحم الشاب ده وان شاء الله حقه يجي.